السلام عليكم حبايب قلب، عاملين ايه النهارده؟ احنا قلنا ايه الاولاد جايين من المدرسه ونفسهم بقى في ايه صينيه مكرونه بشاميل كده. قلنا نقوم نعملها لكم ايه، نعملها في ثواني كده بسيطه. هي مكوناتها بسيطه جدا. معانا هنا ايه معلقه سمنه، حطينا عليهم ايه معلقتين زيت ينجرحوا. ننزل بقى عليهم ايه باللحمه ايه نديها ايه تاتش كده حلو بسيط كده. ادي اللحمه معانا اهي، نديها صدمه بقى ايه كده في الوجان تاخد صحيح اهو يا جماعه. بس بقى كده احنا عطيناها صدمه وبقت باللون كده، بس هي لسه مفكتش شويه. هنفكها بقى ايه معانا بقى. هننزل بقى ايه بالبصله معانا والثوم على بعض، فرمناهم على بعض اهو. ننزل بقى كده تاخد برضو تشويحه بسيطه كده. انا يا جماعه ايه انا بعملها قدامكم اهو، واللي عنده فكره يا ريت يقولها لي. انا بحب اسمع الاراء واسمع الافكار الايه الجديده، يعني انا بحب اسمع الافكار الجديده. فاللي عنده اي فكره يقولها لي يعني في التعليقات وكده. كده بقى يعني ايه هنديها ايه تاتش كده بسيط كده. بص تعالى اقول لك كلمتين كده. معانا البهارات بقى يا حبايب قلبي. معانا ايه توم باودر، بصل باودر. ويا حبايب قلبي معانا بقى البهارات اللي هنحطها على تحبيشه المكرونه. معانا كزبره، كمون، بهارات مشكله، توم باودر، بصل باودر، كاري، روزماري، بهارات لحمه، بابريكا، وادي الملح وادي الفلفل الاسمر. بهارات يا حبايب قلبي تتحمص بقى مع البصل كده واللحمه، تدي ريحه جميله في الاكل. ولو انت ما عندكيش البهارات دي كلها عادي مش مشكله، ما تقفيش يعني على واحده يعني وكده. لو عندك فلفل وملح عادي بتبقى جميله برده. وايه تدي بقى ايه طصه كده ايه تاتش كده حلو كده في البصل يلا. بصي يا حبايبي اهو اديني ايه قلبت البهارات كلها مع بعضها، مع اللحمه مع البصل مع الثوم، تدي ريحه جميله حلوه كده. وبعد كده هننزل بقى ايه بالبطاطس، عشان هي البطاطس ايه بتغيب شويه، تاخد برده تشويحه كده معانا. نقلب. انا بحب احط عليها بطاطس وبحب احط عليها كل الخضار اللي عندي. اللي بيحب ماشي يحط ويحب، اللي ما بيحبش خلاص يكتفي باللحمه. بس انا بحب احط البهارات كلها عشان بتقل التوابل كلها معايا. بس بقى يا حبايب قلبي شوفوا من شكلها جميل ما شاء الله يفتح النفس والله. شوفي بقى البطاطس مع البصل مع اللحمه مع الثوم مع البهارات، عاطيه ريحه قلب البيت كله والله. العروسه بقى الجديده بقى اللي عايزه حماده تشكرها وحماده تفرح بيها، تقوم يلا تعمل لها صينيه المكرونه ديت بقى وتدلعها كده عشان حماتها تدعي لها بقى. بصوا يا حبايب قلبي بقى هننزل بقى بالجزر كده. انا قلت لكم او في الاول ان انا بحب احط عليها كل الخضار اللي عندي، بيديها طعم تحفه بجد. ننزل بقى بالجزر كده وبرده تاخد تشويحه بسيطه معانا. هياخد برده تشويحه مع اللحمه والبطاطس والبصل والثوم. ايه رايكم بقى يا حبايب قلبي؟ شكلها جميله. اللي عندها اولاد ده ما بيحبوش الخضار تعملها لهم بقى باللحمه صينيه المكرونه بالخضار، هياكلوها وهتعجبهم جدا جدا. يعني انا عندي اولادي ما بيحبوش الخضار، فلازم ادخل الخضار في اي حاجه عشان ايه يستفيدوا برضك منه. حبايب قلبي ننزل بقى بالطماطم. بص خلطه بجد بجد يعني تتاكل حاجه من غير حاجه. بس يا جماعه معانا حته دهنه، هي كانت المفروض تبقى في الاول بس معلش والله انا نسيت احطها، كانت قايله الستات عليها فنست تجيبها، لسه جايباها لي دلوقتي. حته الدهنه دي بقى هتديها ايه طعم حلو. بدي دهنه عندي اهي هتسيح بقى فيها، بس وطوا النار عليها عشان ايه تسيح براحتها. دي حته ليه الخروف. هي ليه الخروف تحفه في الاكل بصراحه، يعني بتخلي الاكل دي طعم تحفه يعني. حبايب قلبي اخر حاجه بقى احط كزبره وقرن فلفله كده نحطها برده في الاخر كده، بتدي برده طعم حلو ونكهه جميله في الايه في المكرونه. نقلبها ونسيبها ايه 5 دقايق كده ونطفي عليها بقى. هوريها لكم بقى في الاخر بقى كده بعد ما اطفي عليها وارجع ايه اوريها لكم بقى في الاخر. قال بقى ايه خلصنا بقى ايه التحبيشه بتاعه المكرونه اهي، طفينا عليها. نرجع بقى نحط ميه المكرونه معانا ايه ميه المكرونه اهي، نحط عليها بقى شويه ملح، معلقتين ملح كده. هسيبها بقى تغلى حلو كده، وبعد كده ايه هتني نازله عليها بالمكرونه. يلا حبايبي بنعمل ايه البشاميل. معانا شويه زيت يا حبايب قلبي، دي معلقه سمنه فلاحي نحطها كده بتدي طعم حلو برده في البشاميل. سمنه ايه من هي العاديه جنه اهي. نسيحهم بقى كله مع بعض كده. عايزين السمنه تبقى مغطيه الدقيق، الزيت والسمنه تبقى مغطيه الدقيق كده. نقلبها على طول بقى عشان ما يكلكعش مني.
تيجي بقى في حته كده يعني ايه حبيب قلبي عشان تستعيش نفسك ويقول عليك ايه زطله. اهم حاجه في المطبخ ان انت ما تتلسعيش، ما تتعوريش، ما تنجرحيش باي حاجه عشان ما يقولوش عليك ايه ده انت زطله في المطبخ. ادي اهو نشوحه بقى الدقيق كده شويه. على فكره بتاع بشاميل جاهزه، فاحنا ايه قلنا في دقيق ونعمله برده بيبقى بتبقى طعمها جميل جدا برده، مش شرط يعني تذكره البشاميل اللي احنا نجيبها من بره وكده. بصي يا حبايب قلبي ادي الدقيق اتحمر معانا اهو. ننزل بقى ايه واحده واحده كده ونقلب باللبن. هو معلش لسه متجمد بقى شويه، هننزله برده هيسيح معانا كده ونقلب برده. ننزل بقى كده ونقلب، ننزل ونقلب عشان ما يكتكش ايه منك. بس يا جماعه هنحط بقى ايه معلقتين ايه كاستر عليه بيديله برده طعم حلو اهو. معلقتين كاستر ونقلب برده كده. وهننزل عليه من الملح والفلفل خلاص عشان انا ما ايه دراعي وجعني وكده، فهو عايز تقليبه جامد، فاحنا نضربه في الخلاط هيبقى معانا جميل برده. الميه غلت الميه غلت يا حبايب قلبي. ننزل بقى ايه بالمكرونه واحده كده اهو. انا ماشيه معاكم خطوه بخطوه اهوت عشان محدش يتوه مننا اهو. تقلبيها بقى كده وتسيبها ايه تغلي مع نفسها. بس كده ايه نقلبها. انا عايزاها جامد تستوي معايا جامد، وما تشطفيهاش لما تيجي تطفيها، ما تشطفيهاش بالميه، تصفيها وتسيبيها بقى. يلا نرجع بقى البشاميل بتاعنا حبايب قلبي ضربته في الخلاط ونزلت واحده. شوف القوام جميل جدا جدا. هنزود عليه بقى شويه شوربه، عندك شويه شوربه نزود، ما عندكيش شويه ميه برده بتدي عادي. انت البشاميل جاهز معانا، ما حطيتش على فكره، ما حطيتش ولا ملح ولا فلفل ولا اي حاجه. نبدا بقى عندنا شويه شوربه، نزود بقى شويه شوربه كده. شوربه مش الصحن ده كده يا جماعه. الشوربه معانا اهي، هنبدا نقلبها واحده واحده كده. عندك شوربه فراخ، شوربه لحمه، اي شوربه بتديها نكهه حلوه برده. لو ما عندكيش حطي ميه عادي. انا هنا بقى عشان انا حاطه شوربه والشوربه فيها بهارات ملح وفلفل وكده، فمش هزود بقى الملح والفلفل. لو انت ما حطيتيش بقى شوربه حطيتي ميه، حط بقى ايه الحدق مظبوط معاكي. لو انتوا عندكم جبنه علبه او جبنه موزاريلا، اي جبنه علبه او جبنه موزاريلا، حط لك معلقه كده على البشاميل بقى كده. انا ايه الملح والفلفل بس، اعملي حساب الجبنه واعملي حساب الشرب، فمش هنزود بقى ايه البهارات الملح والفلفل بتاعنا نقلب بقى، نقلب لحد القوام معانا ما يبقى ايه مظبوط. احنا لا عايزينه لا تخين لا تقيل قوي ولا خفيف قوي، عايزينه مظبوط. نبدا نقلب كده عشان ما يتكلكعش مننا يا حبايب قلبي. ده القوام اللي انا عايزاه. شوفي انا فضلت اقلب فيه لحد ما ايه ما مسك معايا كده اهو. ده القوام المظبوط اللي انا عايزاه. هطفي عليه بقى واسيبه دقيقه. تعالى نرجع بقى للمكرونه نشوفها ايه ونصفيها ونظبطها. بس يا جماعه ادي المكرونه طابت معايا كده. تعالى نصفيها بقى. نستنى بالله كده، صلوا على النبي. ادينا صفينا في الحله كده اهو. بصوا يا جماعه بسم الله ما شاء الله. بس هناخد شويه نحطها ايه على المكرونه اهو. هنحط برضو كبشه عليها كده اهو ونقلب اهو. دي بقى انا هاخدها في حته تانية بقى. البشاميل ده بس هيبقى ايه حاجه تانية كده ما اقولكيش عليها يعني. جربوها بس بالطريقه دي هتعجبكم جدا جدا. شوفوا معانا بقى الخلطه، منظر الخلطه يفتح النفس اهو. انا برضو كده بالبشاميل اهو. شوف الصوص بتاع البشاميل اللي بعمل ازاي في المكرونه. على فكره يا حبايب قلبي الصوص ده هو اللي بيدي ايه الطعم ايه المظبوط للمكرونه. تظبطوا البشاميل بتاعك هو اللي بايه السيستم الايه الاساسي في المكرونه.
هي الجانب اللي احنا هنعمل فيه نحط شويه زيت وندهن بقى كده بالفرشه الدهان في الصينيه كلها نيجي بقى نحط ايه شويه بشاميل كده المكرونه تبقى ايه جميله معاكي. ده لو جوزك يدعيلك، حماتك تدعيلك، اولادك يدعولك. ادي نص المكرونه. فكره يا حبايب قلب انا ما بحبش المكرونه تبقى ايه تقيله، انا بحبها تبقى خفيفه. عايزاها تبقى تقيله ماشي، عايزاها تبقى خفيفه انت ايه انت وراحتك حسب انت ايه ما بتحبي. بس انا هنا بحبها خفيفه بتبقى طعمها حلو يا خفيفه. بصوا ادينا ايه رصيت ايه المكرونه واحده واحده اهي كلها في ريح بعضها اهي سويه. اهم حاجه ايه اهم حاجه تسوي المكرونه كده في الايه. بصي يا حبيب قلبي الخلطه بتاعتي انا مكتراها جدا لان عند الاولاد بيحبوها ايه الخلطه اهم من المكرونه اهي. بصوا مكتره الخلطه جامد اهوت وكمان الخضار مخليها ريحه ايه ريحتها تحفه بجد. ريحتها جايبه لاخر الشارع. حبايب قلبي انا هفرتها بقى معاكم برده كمان. انا الاولاد واقفين بيقولوا لي يا ماما المكرونه هتخلص امتى وانا مش عارفه اقول لهم ايه. شوفوا الخلطه بقى ايه رايكم يا حبايب قلبي في المنظر ده؟ استاهل بقى لايك كده ولا ما استاهلش؟ تعالى بقى ننزل بايه كبشه بشاميل كده عليها. ونبدا نفرد بردك ايه على الخلطه بتاعتنا. اهم حاجه ايه تفردها بالراحه عشان ايه ما تلميش الايه الحباش بتاعنا معانا كده. قلبي هننزل بقى بالجزء التاني بتاع المكرونه. ادينا حاطين الخلطه بتاعتنا ومعانا مع كوبشتين بشاميل وفردناها كويس. هننزل بقى ايه بنص المكرونه التاني واحده واحده كده. يا حبايب قلبي فردنا بقى الجزء التاني على المكرونه. تعالى بقى ننزل بايه بالخلطه البشاميل كده. استنى بقى. بصي يا حبايب قلبي بشاميل بقى الخلطه ايه الجزء التاني اهوت نزلنا بيه. نبدا بقى نفرد كده. كده يا جماعه معانا اهي بقت تمام التمام اهي ومظبوطه. هعمل بقى ايه التاتش الاخير بقى المفاجاه بقى الكبيره معانا اللي بتخليها جميله في الاخر. يا جماعه معانا ايه حته قشطه بقى بتاعت اللبن ايه تشتري بتعمل وش فايه حوشتها عندي مع شويه زيت بقى كده ونبدا نقلبها مع بعض. بس انا مش عايزه افكها جامد انا عايزاها بس ايه تسيح بقى كده على البشاميل وتورق كده وتاخد وتدي مع البشاميل كده في الفرن. نحط بقى كده يا حبايب قلبي انا دهنت وشها كله بالقشطه اهو. هنسيبها بقى ايه كده تاخد وتدي في الفرن هوريها لكم بقى مع ايه تدخل الفرن كده هوريها لكم ونوطي عليها النار بقى في الفرن ونسيبها تاخد وتدي مع نفسها اهو. يا حبايب قلبي انا ولعت بقى الفرن. انا عليت من ايه من تحت ووطيت شويه من فوق عشان ايه نحطها ونسيبها ايه تاخد وتدي مع نفسها. متنسوش بقى ايه تصلوا على النبي وتشتركوا في القناه وتقولوا لي ايه تعليقاتكم بقى ايه في التعليقات. وهوريها لكم بقى ايه بعد ما تطلع بقى من الفرن. حبايب قلبي ما تنسوش بقى تكتبوا لي في التعليقات ايه رايكم فيها. عنده اي نصيحه يا ريت يقولها لي. انا بحب اسمع النصايح وبحب اسمع ايه الاراء من الاخرين. حبايب قلبي بعد ما طلعتها من الفرن شكلها بصي يعني يفتح النفس لوحدها. يلا بقى نقطعها سوا نقطعها معاكم بقى كده وايه واوريها لكم من قلبها شكلها عامل ازاي. اهي يا جماعه انا وريتكم بقى تفصيلها بالظبط يا ريت تعجبكم. يلا نقطعها بقى كده سوا. شوف انا بعمل الحرف ده كده عشان لو لازقه في الحرف تطلع معايا بسهوله. لازم تسلكي الحرف كده الاول يلا نقطعها بقى كده. هنقطعها مربعات كده ايه حلوه كده. كده حته القشطه بقى اللي على الوش دي شوفوا مخليه وشها عامل ازاي. بصوا يا حبايب قلبي طالعه معايا بكل سهوله ازاي. هي معلش هي سخنه شويه عشان ايه انا حبيت اوريها لكم كده معاكم. هي لازم تبرد عشان تبقى ايه تطلع خرطه بخرطتها بصوا يا حبايب قلبي بصوا قلبها عامل ازاي.
بس يا حبايب قلبي بصوا الصوص بتاعها عامل ازاي، صوص تحفه. بصوا بقى يا حبايب، بصوا يا حبايب قلبي، بصوا عامله ازاي. يا ريت تعجبكم ايه، متنسوش اللايك والاشتراك في القناه ايه، وتبعتوا لي كل الجديد في التعليقات.